سعود بينادينا عشان لو ما تعرفش النهارده ليلة حسم صعود منتخب مصر للأدوار الإقصائية في كأس العالم رسميا. تقول لي ازاي بس لسه ماتش منتخب مصر وإيران يوم السبت، النهارده الخميس. اقول لك ما احنا حتى مش محتاجين نلعب مباراة إيران عشان نضمن الصعود، عشان النهارده الساعة 11 تعادل أو فوز ألمانيا قصاد الإكوادور يضمن رسميا صعود منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية. زي ما انت شايف كده منتخب الاكوادور عنده نقطة، حالة خسر او اتعادل هيبقى عنده بكبيره نقطتين، ساعتها هيبقى رسميا الثمان منتخبات اللي هيتأهلوا للادوار الاقصائية كأحسن توالد كلهم هيبقوا المنتخبات اللي جايبة اقل حاجة 4 نقط. يعني لو كسبنا ايران، خسرنا من ايران، اتعادلنا مع ايران، كده كده مصر في الادوار الاقصائية رسميا. يا رب يا رب يعني نتأهل تاني مجموعة. هو يا عم انا مش عايز الصدارة، خدها انت. لو منتخب مصر اتأهل كتاني مجموعة هيلاعب تاني مجموعة في مجموعة أمريكا اللي هي لا أستراليا لا الباراجواي، والاتنين على الله إن شاء الله. أما لو تأهلنا أول هنلاعب فرقة من ال8 فرق اللي اتأهلوا كأحسن توالد. لحد دلوقتي كل الأخبار بتقول إن إحنا هنقابل كوريا، تتفرج على كوريا عارف إن كوريا مش منتخب سهل خالص. لو تأهلنا كأحسن توالد ويا رب ده ما يحصل، ممكن نلاعب أول المجموعة دي واللي هو منتخب فرنسا. يا رب لأ. لكن خلينا في المهم، وان النهارده رسميا ال100 مليون مصري هيبقى النهارده الماني.